بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد وكمان ريفيو جديد. في فيديو النهارده قررت اشارككم منتج مصري 100% من منتجات العنايه بالبشره من نوبل تشويس. هو جل مقشر للبشره من نوبل تشويس. هو منظف ومقشر للبشره 30 ثانيه بس، بيزيل الخلايا الميته والاتربه والاوساخ من على البشره، والنتيجه في وقتها. بس نقدر نستخدمه على بشرتنا، كمان نقدر نستخدمه في المناطق الحساسه والاندر لان من مكوناته هيدرونيك اسيد والوفيرا جل وفيتامين سي وكمان ريتينول، وده اللي بيخليه لطيف جدا على البشره وبيخليه مش بيسبب اي احمرار. خلوني اوريكم استخدام المنتج بشكل عملي. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه بالضغط على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجودين تحت اسفل الفيديو، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. في فيديو النهارده هكلمكم على مقشر البشره من نوبل تشويس. بجد من احلى انواع المقشرات اللي جربتها، فعلا مفعول وقتي وهتلاحظوا التفتيح والتقشير بشكل فوري على طول في بشرتكم، وده هجربه معاكم دلوقتي بشكل عملي. هو حجم العبوه عباره عن 70 جرام، فحجمها كافي هيكفي معاكي مده حلوه. حابه اوريكم شكل العبوه من الداخل. بجد من احلى انواع السكراب اللي جربتهم للبشره. ده بالظبط شكل العبوه من الداخل، ودلوقتي هجربه معاكم على البشره عشان تشوفوا فعلا تاثيره الفوري ومفعوله الرهيب. هو ملمسه جل جدا يا بنات، هو جل مش كريم، وبمجرد ما بتحطوه بتبداوا ان انتوا تعملوا كده حركات دائريه، يبدا اي جلد ميت في البشره يطلع. خلوني اكلمكم عن طريقه الاستخدام. تبداوا توزعوا السكراب على كامل بشرتكم بشكل دائري زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بصوا التقشير يا بنات بتاعه بجد قوي، يا رب يكون واضح لكم في الكاميرا. طبعا استخدامي ليه خلاني اوفر كتير جلسات البخار، لان البخار كان هدفي الاساسي منه برضو ان انا اشيل كل الخلايا والجلد الميت الموجود على بشرتي. فهو ما بياخدش وقت ولا مجهود خالص في انه بالفعل يشيل كل الاثار الجلد الميت. طبعا من اهم مناطق التقشير بالنسبه لي هي منطقه الانف، لان فعلا بيبقى فيها جلد ميت كتير جدا زي ما انتم شايفين يا بنات. بجد التقشير بتاعه وقتي، مفعوله بجد بيبان من اول استخدام، فعلا نتيجته بتبقى تحفه. طبعا احساسه او ملمسه على الوش هو زي ما قلت لكم جل، وملمسه على الوش كانك حاطه نعناع او حاجه مديه تنفس رهيب للبشره اللي موجود على البشره. دلوقتي انا هغسل بشرتي بميه عاديه جدا وهرجع لكم. وبس كده يا بنات، ده بعد ما غسلت وشي ونشفته كويس. بجد نعومه حلوه جدا، بس بيبقى محتاج شويه ترطيب، يعني محتاجه بعد ما تستخدمي فورا تستخدمي كريم مرطب عندك ايا كان النوع، هم ترطبي بشرتك كويس. خلوني اكلمكم عن سعر العبوه. هي ب 200 وانا جايباها اونلاين، فالشحن بتاعها كان ب 50، يعني بالظبط 250. ممكن ناس تشوف ان سعره عالي شويه، بس فعلا هو حلو جدا جدا جدا، ويعتبر مش عالي قوي سعره بالنسبه لانواع تانية كتير. وبالنسبه للنتيجه التحفه دي كانك عملتي عده جلسات عشان توصلي للتقشير ده، ولكن هو من اول استخدام بشرتك كلها بتقشر والخلايا والجلد الميت كلهم بيتزالوا. وباكد ان لازم تغسلي وشك بميه ساقعه علشان تقفلي المسام. نصيحتي الاخيره ليكي جربي المنتج ده، لانه فعلا فعلا حلو جدا جدا، من احلى منتجات التقشير اللي ممكن تستخدميها، والسهل ده والنتيجه دي بجد هو تحفه جدا. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يا رب اكون فدتكم ولو بمعلومه بسيطه. لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه بالضغط على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجودين تحت اسفل الفيديو، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد بينزل على القناه، وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايك والشير لكل اصحابكم واخواتكم عشان يستفادوا، وتشاركوني برايكم تحت في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.